السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة جايبه لكم خامة جديدة من خامات قماش التنجيد، خامة جميلة جدا. زي ما انتم شايفين، أهم حاجة في القماشة بتاعتنا النهاردة وأحلى حاجة فيها إن هي كلها نسيج في نسيج، ما فيهاش بطانة من ورا. وزي ما انتم شايفين ده شكل الخامة بتاعتنا من قريب، عشان الناس اللي حابة الخامة ديت وعايزة تنزل تشتريها تبقى شايفة شكل النسيج بتاعها من قريب عامل ازاي. تمام. القماشة زي ما انتم شايفين عبارة عن تمويجات كده، حفر. والقماشة ما فيهاش بطانة من ورا. اوريكم ظهرها. بصوا الظهر بتاعها كله يعني هي قماش كلها ما فيهاش بطانة. البطانة ديت بيبقى سهل ان احنا نفصلها عن القماشة اللي قدام، غير انها بقى قماشة قوية ومحملة كده. وطبعا احنا كنا عاملين منها كذا يعني كذا طقم طالع من الخامة ديت. فهحط لكم صورة من صور الأطقم ديت عشان تشوفوا شكلها في التنجيد. يعني كانت الركنة طالعة بسم الله ما شاء الله تحفة. تمام. فزي ما انتم شايفين الخامة دي موجودة فين عندنا في اسكندرية، موجودة في العطارين. في منها طبعا كارتيلا بتنزل فيها كل الألوان، الفواتح والغوامق. والخامة سعرها برضو يعني جميل. ولو عايزين نشتري كتان حلو يعيش معانا، نفكر نشتري في الكتان اللي هو 150 وطالع. طبعا عارفين الأسعار دلوقتي الله المستعان، زيادة في كل حاجة، لكن احنا مش بنجدد كل يوم يعني. فاللي عايز يشتري خامة محترمة ويكسب فلوسه يشتري الكتانات الغالية النظيفة. تمام. بلاش الحاجات اللي هي الرخيصة ديت، لانها مش عملية ومش بتعيش قد كده. وفي شانيليات بتنحل مع الوقت. الشانيليا ديت جميلة، يعني هي مش شانيليا، هي شبه الشانيليا لكنها خامة على كتان. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.